صباح الخير شباب. طبعا اليوم جمعة، راح اخذكم المكان يبيعون بيه طيور ودجاج. يعني احنا بلهجتنا نصح لها وقفة. تمام، يعني الناس كل جمعة تجتمع بهذا المكان او تتجمع بهذا المكان. كل واحد عنده مثلا طيور للبيع او دجاجات للبيع، انواع الطيور والحيوانات يبيعوها بهذا المكان. فتعالوا وياي ناخذكم من هذا المكان ونراويكم شنو الموجود بيه، والاسعار اذا قدرنا نذكرهن لكم هم نذكرهن. تحياتي شباب. احنا هسه راح ننطلق بهاي الدراجة. تمام، طبعا المسافة راح تكون تقريبا 10 كيلو. من راح اوصل هناك راح افتح لكم الكاميرا. وصلنا للوقفة، المكان اللي يبيعون بيه دجاج وطيور. ضلوا ويانا شباب. وهاي الوقفة اللي خاصة بالدجاج، هاي الوقفة فقط دجاج. اذا جاي تلاحظون فقط دجاج. زين شو سعره يا حبيب؟ هذا ب 60 70. بيش؟ 65. هذا ب 60 وهذا بيش؟ لا هذا 70 وهذا 65. ربي يرزقك حبيبي. اذن على ايش قد؟ 15. 15 راح يصير مشهورات على اليوتيوب. اذن على ايش قد القبشات؟ على 15. ها؟ على 15. الله يرزقك. شو اسعارهن ذني؟ ذني بسيسات بيش؟ 70. ها؟ تكب 70 حبيب؟ ايه. وذني؟ هاي الدجاج. على 16. ذن المخاليب والطيور والحمام وين راحوا؟ ذن البيض. على 10. تكب 10؟ مرزوق حبيب. شباب هاي الوقفة هنا دجاج، وهسه راح اخذكم على الوقفة مال الحمام. اشوف هنا فقط دجاج. ما ابي اثنينات شيء. بيش الهراتيات؟ 75 البياضات اثنينات نفس البياضات. الهراتيات بيش ذني؟ 75. الدجاجات الزوج ب 40، يعني الدجاجة الواحدة ب 20,000. كم واحدة؟ هاي هنا جماعة يصارعون الديوج. طبعا هذا الشيء أكبر غلط وحرام. شباب هذا الزوج على 6، هذا البيت. هذا الزوج على 4. هذا ايش هالبط؟ زوج ايه 60. زوج 60. مرزوق حبيبي. هاي شو سعر هذا الاسود؟ وذني البيض؟ ذني ب 35 وهذا ب 15. هاي لعشاق البلابل والطيور الحب والفناجس. الله يساعدك. هاي شو سعر البلبل؟ هذا ب 35. اليف؟ اليف قفص. ابي الزوج ذني طيور الحب. نعم. هاي شباب هاي الفناجس. ابي ايش الفناجس؟ فناجس هاي 8.
هاي شباب هاي طيور الحب هاي ايش طيور الحب؟ زوجة 15. شباب ولحد الان احنا بعدنا بسوق الدجاج. هاي فسيفسات، هذا الدجاج كل الانواع موجود. هذا هنا فسيفس. طبعا اكثر شيء هنا موجود هو الدجاج العرب والفسيفس، الفسيفسات كذلك. هذا شنو سعره؟ ليش؟ 35. هاي شباب هسه احنا طلعنا من سوق الدجاج ومتوجهين لسوق الحمام اللي موجود بيه بس حمام. تمام؟ ابقوا ويانا شباب. وهاي هنا سوق الحمام، وقفة مع الحمام. من الصبح الليل ايام عرعش. هذا السوق هنا كله حمام. شباب شوي ازدحام هنا وقفة الحمام، شوي ازدحام مو مثل الدجاج. يوم الدجاج ماكو ازدحام. هو الواحد ذاك باش ذاك بزاف. نورين نهايته بس ما بيع. انت ما تساعدني والله كنت معك. شو حصل فينا هو طار ليش ها؟ شوف لي بعد زين. شوف يا اخوي هسه ما اعطيك الزواج العالي. شوف وين؟ قفص بزواج العالي. لا ده معي شوي. لأننا قد اليوم تقول لي شكل بس اذا اخذته انا معوز صغير ايش فيه؟ علي شوف شباب هسه احنا لحد الان متواجدين بسوق الحمام بس شوي ازدحام. شوف هسه هاي الاراف ليش يلا طبعا ازدحام كلش هنا بسوق الحمام. شنو من سوق؟ مثل ما جاي يشوفون. صباح الخير شباب. طبعا رجعت لكم بيوم ثاني حتى نراويكم المحمية ونسولف عنها شوية، وبنفس الوقت ندب هذا الخس الدجاجات انا وياكم سوا. فتعالوا وياي خلينا نشوف شنو عندنا من جديد واحداث صارت بالمحمية. شباب حاليا ذني طالعات برا، خلينا نطببهن وننطي لهن سوا انا وياكم. انت طبوا يلا. شوف شلون شفتوا الخس وتقعد ويك. تعالوا نعطيكم اياه. تعال امشي. يلا امشوا.
شباب ذولا ما يطبون. تعال تعال. طبعا شوي البارحة ماطرة، كان اكو مطر بالليل، اذا تشوفون قاع رطبة. يلا اكلوا بالعافية شباب. هذا كلش يفيدهم، هذا الخس كلش يفيدهم. اي خضار يعني عندكم بالبيت زايد ذبوا الدجاج، كلش يفيد الدجاج. شوف هم شلون يحبوه، ولا ترموا ذبوا هيك عادل، هو ياكل، هم ياكلونه. شوف طبعا ذولا بقوا برا يحوصون، خلوهم. شباب طبعا الدجاجة السوداء طلعناها من المحمية، قلت لكم اني بالايام الجاية راح اطلعها السوداء، طلعتها من المحمية. وذيك الشقرة يمكن هم اطلعها، هاي الشقرة الامانكم اللي جاي تاكل يمكن هم اطلعها من المحمية. انتو شو تقولون؟ هم اكتبوا لنا بالتعليقات. اما البقية كن هي ظلن، وان شاء الله نضيف دجاجها من المحمية ان شاء الله، نضيف بالايام الجاية بس نحصل دجاج زين. بس هنا عندنا بعد هنا جوري، بس جوري هنا كاركة، هاي جوري هنا كاركة عندنا. طبعا جواها بيضة بس مو مالتها، مال الشقرة. هاي دجاج الشقرة قلت لكم اطلعها، هي هاي تبيض حاليا. طبعا بس جوري بقت عندنا كاركة، فانا جاي اسد المكان عليها. هسه عندي هنا هذا شوفوا جاي اسده على مود لا تطب بعد. وهسه نجيب هاي الخشبة هم نخليها هنا. هاي شوفوا حبايب قلبي، هاي نسدها هيك على مود. يلا روح اكلي، روح اكلي يلا. ما يدها تكركني، هسه الجو شوية بارد، ما يدها اكركها. بعد الصيف ان شاء الله او من يدفى الجو شوية نكركها. هذا شباب هاي الدجاجات كلهن البقن، شوفوا اكثريته اللي بقى هو فري، كل اللي بقى هو فريات، يعني اللي بقت الالوان. شوف هسه هاي لونها فري، هذا اللون كلش احباني بالدجاج حبايب قلبي. لون جوري كذلك، شوفوا جوري كلش احبه اني هذا اللون بالدجاج. وقعد عندنا بس الشقرة يمكن نبيعها، يعني نطلعها من المحمية بس الشقرة. وانتم هم اكتبوا لنا بالتعليقات آراءكم. بعد عندنا وردة وافراخة ما اعطيناهم اكل، سلكت لهم تمن. هذا حبايب قلبي شوفوا سلكته، وهنا صفيته ذبيت المي ونشفته تقريبا من نص ساعة، نشف من المي. وهسه راح اروح انطيه الهن. تعالوا وياي. هاي وردة وافراخة طلعت في السطح. طبعا دائما انطيهن اكل هنا بهذا المكان. ليش؟ هذا المكان نظيف، يعني الاكل ما يتوسخ، يظل محافظ على نظافته. شوف شباب شلون يحبون التمن، يعني شوف هاي شلون عبرت هاي الفروجة، عبرت شوف كلش يحبون التمن، بس لازم بدون دهن. انتبهوا لازم بدون دهن. شوف شلون يحبوا. هاي ظلت برا. هذول الافراخ الصغار. هذا تمن بزل بدون دهن. ممكن تقدرون تخلوا له ملح شي قليل، تخلون اياه مثلا زعتر اول ما يفور، شويه زعتر مثلا تقدرون. عندكم كزبره تقدرون تخلون وياه، هيل، هذني كلهن ذني ممتازات يفيدن الطيور. بس لا تخلون كميات كبيره، كميات بسيطه يعني شي بسيط على مود لا يضرهن. هاي ورده وافراخه هندب لهم بعد. هاي شباب يحبون التمن كلش يحبوه. وبنفس الوقت التمن ينطيهم ضخامة، ينطي للطير ضخامة حلوة، ويفتح شهيته على الأكل.
حتى شاهيته تنفتح، يعني من تطيه تمن تحس انه شاهيته تنفتح عليك، يقوم ياكل كل شيء. بس التمن طو يعني حتى لو 3 مرات 4 مرات في الاسبوع ما يضر، بس مو يوميه. 3 مرات او 4 مرات بالاسبوع تنطوه لهن، تبزلوه تنطوه اياه. هاي وردة، وهذولا خلصوا مالتهم دبيت لهم اياه التمن خلصوا. هاي سعدية، شوف سعدية بكت الله بعد يشمر لنا خاشوقة مال التمن. شوف هاي يست راحت سعدية، راحت هنا قالت ما نحصل شي، خلته راحت. سعدية تعاي. طبعا سعدية شوية تعبانة، سعدية كلش حلوة حبايب قلبي، بس هي شوية تعبانة لأن من التكريك تعبت من كركتها ورجع شمرت الدجاج قام يقتل بيها. هي ماخذة على الدجاج، كانت هي تقتل بيه، بعدين من كركتها ما أعرف ليش شو انقلبت الآية، قامن هن بكتلن بيها. وهاي الشجرة هاي السعلوة هاي. هلا راويكم الحمام، ايش عندنا ما عندنا، بس قبل لا اراويكم الحمام حبايب قلبي هذا نظفته مكانهن ورشيته، يعني عقمته تمام، عقمته بمي وملح. انا دائما اعقم بقاصر، بس هذا المكان لان يعني محصور، مكان مغلق مثل ما نقول، القاصر صعوبة يروح من عنده، فممكن ان الريحة مالته او حتى المواد الكيميائية الموجودة بالقاصر تظل بالقاع، فبالتالي سبب لنا مشاكل للطيور. لهسه رشيته بمي وملح. الملح هم معقم لان احنا ما عندنا فيروس، عندنا بكتيريا بسبب الضروق والاكل الزايد تصير بكتيريا، فالملح قاتل للبكتيريا كلش ممتاز. نجي على الطيور هنا طبعا نفسهن، هذا ابنهن، بس ابنهن للاسف مو حلو، ابنهن يعني مو ذاك الحلا، هو ما مثلا ما منزل كلش، بس شويه بيه يعني سمار، مو احمر اللي ببالي يعني. هذا شوفوا مو كلش حلو هالمره ذبه، مع العلم البطن الاولى او التفريخه الاولى كان ابنهن كلش حلو. هنا فرختهن اولى، شوفوا ايش دب بنادي فرخه. هذا العيسى صفراوي وعلى اليمنى احمر بس كلش حلو، وبيضن هم شباب بالمناسبة، شوفوا بيضن بيضة واحدة. طبعا هنا صار عندنا فحل جديد، هذا دخل المحلول، هذا حبايب قلبي دخل جديد فحل بدرينج. طبعا الدقة مالته كلش حلوة، دقة حنية، والفحل حايل يعني مازق مضبوط. هذا الطير شوفوا حافي مكعكل، ان شاء الله بس احصل له طيرة حلوة او تناسبه، طيرة تناسبه نجيب لي اياه. هذا شباب، وهذا الغيابي هنا، ما عندنا شي هنا. ان شاء الله بالايام القادمة راح اضيف بعد خانات حبايب قلبي، نضيف بعد خانات ونجيب بعد طيور، ونحاول ننوع بالطيور، يعني مو بس حمر، نجيب مثلا كمرليات، ارافل، هيك شي. ان شاء الله بالايام الجاية راح تشوفون كل شي. اكو خطط انا راسمها ببالي شباب. وهذا الفرخ الحمام اللي سحبناه من جوا الطيور اللي عندنا بالخانات، اللي هن الاحمر والبدرنج. طبعا نفس ما قلت لكم طلع الطير جوزي، بس مبين عليه كلش حلو. شوفوا حبايب قلبي عيونه ليزرية الطير. هذا طبعا صار له 2 أو 3 عندي، جاي انا زقه، انا جاي اوكله وصحته خير من الله. ان شاء الله بكل فيديو تشوفوه حتى تشوفونه شلون يكبر، يعني منا لمن يصير كبير ويقوم يطير، وان شاء الله يصير اليف عندنا هذا الطير. بس اختاروا له اسم حبايب قلبي، اكتبوا لي بالتعليقات شنو نسميه هذا الطير، اريدكم تختاروا له اسم. هذا شباب.